بطريقة ما تخطر على البال، من غير بقى فيجيتار ومن غير قلي في زيت كتير ومن غير اي حاجة. ده ليك انتي يلي معدتك تعبانة، يلي نفسك تاكلي قرنبيط بطريقة جديدة. بصي، كل حاجة عايزة تقولها حلوة على القرنبيط، عن الزهرة دي، قوليها في الصينية دي. صينية بجد تفتح النفس، مريحة جدا على المعدة. اللي بتاكل بقى كل حاجة وتقولك معدتي محروقة، لا، دي بقى حنين قوي على المعدة وطعمه حلو قوي من غير تعب. ده سهلة جدا وبطريقة جميلة قوي. تابعيني بذكر الله وانا هقولك المكونات ايه وعملتها ازاي. من طعمتها عايزة اخلص الصينية كلها، روعة. صلى على النبي كده. اي قرنبيطة حجمها كبير حجمها صغير هتجيبيها تسلقيها، تغسليها زي ما انت عايزة. هتقشري البطاطس، بس انا عايزة في حكاية السلق دي عايزة اقول فيها حاجة. عايزة بقى ريحتها تبقى حلوة، طعمها يبقى حلو. اغلي المية كويس. خلاص ماشي. وهقول لك هنحط فيها ايه عشان تخليها ريحتها حلوة وتتسلق وتبقى سلقها كمان جميل. معلقة سكر حلوة كده على معلقة كمون او حبة كمون، وهنحط فيها زهرة القرنبيط بالمنظر ده لحد ما تغلى وتستوى كده. انا حطيت دي كلها مرة واحدة. لو القرنبيط عندك الحلة كبيرة حطها مرة واحدة، وبعد كده قلبيها تلاقيها عملت لوحدها. هنجيب بقى بيض، 3 بيضات كده، قشرة وقعت منك بالقشرة ذات نفسها وتشيلي بيها. هنحط 3 بيضات كده. طبعا احنا قشرنا البطاطس خلاص، هقول لكم هنعمل بايه. هحط التوابل بتاعتي، انتوا عارفين ان انا بحط على الملح توابل وبركنه وبظبط به الاكل. وحطيت شويه فلفل، على شويه كمون زودتهم، على شويه كركم، وحطيت حبه ميه وحبه زيت، معلقه ميه ومعلقه زيت كده عشان اعرف اقلب البيض كويس، وهتديكي برضو كميه حلوه. هنقطع البطاطس دواير، وكمان هنجيب صينيه وندهنها بالزيت حلو قوي، ندهنها بمعلقه زيت كبيره كده. وبعد كده هنجيب البطاطس وهنحطه في البيض زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. هتعملي كل الكميه، شربها بالبيض كده طعمه جميل. يعني زي ما انت شايفه في اول الفيديو كده ما شاء الله كان دايب ومستوي جدا. هحط الكميه كلها وارصها في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. بس اهم حاجه لازم تقلبي البطاطس في البيض. رصيتها كده طبقتين بقى، طبقة زي ما انت عايزة. كان عندي كفتة بالمنظر ده، هصبحها واعملها دواير. قلت داود باشا اعمليها كده بالمنظر ده. حطيت حبة في الصينية دي وحبة هقليهم في الفرن، هشويهم في الفرن. هتجيبي نفس اللي انت عملتيه في البطاطس هتعمليه في زهرة القرنبيط، هتبليه بيض كده وتقلبيه في البيض. طب فات شوية احطهم يا حبيبتي عشان هيستووا فيهم. وحط كمان في الطبق شوية مية صغيرين خالص وقوم حطاهم عليه القرنبيط. هتغطى عليها، دي لازم لازم ولا بد تغطى عليها عشان هي هتستوى في الصهد اللي طالع من القرنبيط والبيض والحاجات دي. فلازم توطى عليها خالص هادي جدا علشان تستوى. هتلاقي البطاطس دايب دوب، بس اهم حاجه توطى عليها اول ما تسخن كده الصينيه، هتوطى عليها على نار هاديه. كل الحاجات دي المكونات دي كلها هتستوي. بعد كده هتحطيها في الشوايه في الفرن، هتطلع بالمنظر الجميل ده والريحه الحلوه قوي ده زي ما حضراتكم شايفين. انا لقيت طعمها بجد حنين قوي وحلوه قوي زياده عن اللازم. فبعد ما غرفتها كده وكلت منها حطيت عليها شويه توابل، شويه ملح على فلفل وكمون والبهارات اللي انا بحطها في التتبيله اللي حضراتكم شايفينها وعارفينها، ونزلتها في القناه قبل كده. بتديها طعم حلو قوي التوابل دي. او تحط عارفه التوابل بتاعه مايوي بتاعه المشويات، حطيها برضو جميله جدا تخليه طعمه حلو. شكرا لكم.